السلام عليكم. بقول لك يا باشا، ساكن جنبك هنا، انا طالب يعني، ساكن مع طلاب وكده مع اصحابي. اهلا وسهلا حضرتك. فانا جمعت منهم والله يا صاحبي اي فلوس، وكنت عايز منك علبة جبنة اي حاجة. والله احنا يعني دنيتنا صعبة، محدش فيه معانا فلوس يعني. انا جمعت منهم عشان نجيب فطار حتى نفطر بيه النهارده. طيب هو اولا انا شغال في المكان هنا، انا مش صاحب المكان، والمكان ده امان، فانا ما اعرفش ان انا اتصرف من غير علم الحاج. الحاج معاك اهو. طب بعد اذن، استاذنه وانا عينيا الاثنين ليه؟ لو اجي عليك يعني خلاص انا اسف والله. الحاج بيقول لك ايه الحاجه اللي انت محتاجها؟ اي حاجه يا عم، علبه جبنه اي حاجه مش هتفرق، حته جبنه اي حاجه عادي يعني. انت تفتكرني نصاب بضحك بحور عليك يعني؟ عادي يعني والله. لما الدنيا تظبط معايا انا هتلاقيني جاي بجيب لكم فلوس الحاجه دي. معكش فلوس؟ ايه معكش فلوس يا عم، انا طالب هنا اصلا معيش ولا جنيه يعني، على الله حكايه انا والرجاله ومعناش فلوس يعني، الدنيا بايظه معانا. كام دول؟ دول بكام؟ يا عم خلاص بكام ايه؟ لا خلاص يا عم خلاص كام وغلاوة امك؟ والله ما في حاجه يا بس اسطى. كام دول يا اسطى؟ كام دول بس؟ لا انا معايا فلوس، دول بكام يا اسطى؟ يا عم خد علبه الفول ده حلوه، التونه ده انا اكلها انا والرجاله. انا هحاسب عليهم يا عم والله حاسب لا عليهم. لا لا، ما دام الحاج قال خلاص. لا ماشي، ما انا صاحبه، انا صاحبه والله. لا يا عم، ده اخوات. يا صاحبي يا عم واحد وربنا. خلاص خلاص يا عم، انا مش عايز حاجه، انا همشي يا عم. انا حاسس ان انا سببت لكم لا لا احراج. ولا يا عم لا والله اللي انت بتقوله ده. طب الحاج خلاص. طب انا بص، انا وقت والله ما الدنيا تتظبط معانا هجيب لكم حق الحاجه دي. الله يبارك لكم. لسه انا صاحبي والله. ونورت مكان. ماشي صاحبي، عادي يعني امشي؟ امشي يعني؟ الحاج بيقول لك في حاجه ثانيه ناقصاك؟ امشي يعني خلاص.